السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ جبت لكم حسونا. بطوط بحالها ايه. بصوا عينيها مقفله ازاي. طلع مش كل يوم حبايبك بيسالوني عليكي، نايمه كل يوم تقول لي انا متلجه انا متلجه. شقتها برد، الشتا دخلت يا جماعة. شربوا حاجات دافية كتير. هي الشتا جت عندنا وما عدتش على بقيه الناس. حد يقول لها حاجه يا جدعان، والله ان بس الشتا في كل لا، حته. انا بيتي مش كده يا شيخ. بصوا التلاكيك بصوا. لا همشي. انت مفيش فايده. اتصل بجوزك وخليه ياخدني وامشي. بعينك يا بطوط، احنا محتجزينك هنا طول الشتا. ماشي يا واطية. انت عايزه تقولي ايه؟ كنت عايزة احكي قصة. اللي بيعجبني في ماما قبل ما تحكي القصه، اللي بيعجبني في ماما انها دايما تحترمني. بصوا يعني واطيه دي بالنسبه لها زي اللي باجي. ده انا رفعتك، كنت الاول بقول لك يا موكوسة. رقيتك شوية، تخلينيش اتكلم واقول اصلي. حبايبنا القدام عارفين كلمة يا موكوس. بطوط دايما تحترمني، يعني حتى لو في اي حته عادي قصاد اي حد ما عندهاش مشاكل. واجب عليا انا الام. المهم، قصه النهارده والله قصه بردك حلوه. كل اللي انا بقراه ده على فكره والله العظيم من واقع الحياه، وبيدينا نصايح كتيره قوي في حياتنا. قصه بنت اخدت الثانويه العامه بالسلامه ودخلت الجامعه بالتحديد كليه التجاره، وهي ما كانتش اجتماعيه قوي، ولكن قابلت صاحبتها هناك امنيه، قربت منها قوي. هي كان اسمها ايه اصلا؟ البنت اسمها سعاد. سعاد قابلت امنيه. ماشي. قابلت أمنية وصاحبتها أوي، كانوا مع بعض زي الإخوات، وكل حاجة جواها كانت بتحكيها لها وكده يعني. المهم خلصوا سنة أولى، دخلت تانية. جالهم ولد منقول من جامعة تانية، يعني أول ما شافته انبهرت بيه، يعني أعجبت بيه أوي، وهو خد باله منها. قال لها طب هي كانت متفوقة أوي في دراستها، قال لها طب ممكن تديني المحاضرات وكده. قالت له ماله. ايوه بقى. اه قصص الحب بتاعت الجامعه دي اللي بتبتدي بكشكول المحاضرات. انا قصه الحب بتاعتي ابتدت في الجامعه. خلاص. في المكتبه. خلاص الله يهديك، مش عايزه اقوم عليك المواعيد. المهم مش انت اللي بتحكي. عارفه المشكله ايه؟ ان الناس ادمنت حكاياتك وليه ما تقطعيش ماما مده يا رباب. سيبيها تتكلم. شفتي؟ انا ساكته. اعملوا لها حاجه في التعليقات هتزوق. انا ساكته انا ساكته. المهم ايه، واخدت رقم تليفونه بتاع عشان ايه رجع لها المحاضرات بتاعتها. حلوه قوي البدايات دي. حجه هي حلوه البدايات دي. حجه. بعدين تلاقي انا ما نفسها. قابلتش في جامعتي حاجه. تلاقي قابلته نفسها. وانا من الايام فتره ما كانش ايامنا في حاجه، كان الشباب محترمه كده. بعدين تلاقي نفسها لابسه في عيلين زي حالتي. العيل ماشي حاطط وشه في الارض، تحاول تخليه يرفع عامل كده زي ما يكون حاجه واقعه منه بيدور عليها. معرفش ايه ده. انتوا ايام كان الشلستون مش مأذي والشعر الطويل. انتوا كانوا مش مأذين زمان. من اشكالنا. انتوا والله كنا حلوين. لا هم زمان كانوا والله كده. يحمدوا ربنا ان احنا كنا بنعبرهم. انا مش عارفه امال ليه زمان كانوا بيلبسوا كده. تلاقي البنطلون الشلستون والقميص ابو ياقات طويله ده والشعر. في اللبس. ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه في مش نفسكم كده، ده؟ عيال كانوا محترمه، ما كانوا بيبصوا بقول لك كانوا ما هو واحد لابس كده لازم يبقى محترم. انما ايامكم ايام يعلم بها ربنا. المهم عارفه ايه الحقد ده؟ يا بنت خرجتنا عن الموضوع بنسى. ما اصل انتوا بتفكريني بحلاوه البدايات. لا انت حاولوا تتلاشوا. وبعدين الواحد يلاقي نفسه لابس في عيلين. في ايه مش مش عارفه. عايلين، اصبري بس في الاخر مش عارفه وبطلي نبرة عليها، اصبري يا ايه حبيبتي. اللي حصل. المهم انا وصلت لغايه فين؟ قابلت الشاب ده وقال لها كشكول محاضراتك بقى. اه ويا بنت انت مراتي. لا لسه ما وصلوش كده. قالهاش. المهم بيقولوها بعد كده. اخدوا الارقام وتواصلوا بتاع، ونشأت بينهم علاقه طيبه يعني. هو اعجب بيها وهي اعجبت بيه. فلما صدقت قال لها انا هجيب امي وابويا ونيجي نخطبك، قالت له ماشي. فراحوا لها لما نفسي اعرف البنت ليه بتكون فرحانه اليوم ده. يعني انا انا من ضمن البنات برضه اللي كنت مبسوطه قوي. ما هي الوكسه جايه لها سيبها. فرقت معاها على ايام بسيطه. انا مش عارفه احنا بنبقى فرحانين ليه صراحه. من وكستكم خبرت. مش عارفه. المهم اه فلما جم اهله، الاب طبعا ملاحظ بنته ان هي معجبه بيه، سهل الموضوع. الشبكه يا ابني دي هديتك، المؤخر على قد ما هتدفع، القايمه مش عارف كده يعني، بسطوا له الدنيا بس. فخلصوا الجامعه، هي تفوقت في الكليه وبقت معيده في الجامعه. هو كان فاشل شويه يعني، يا دوبك نجح على الحروب. يا نهار اسود كانت معيده عليه. هتخرجوا خلاص.
وهو يعني اتخرج بالسلامه هو ولا كان لسه اتخرج قاعد بس مش مبلط؟ بنفس تقديرها وبنفس مش مشكله، المهم ليه ما حبها بقتش لله. معيده عليه هي تبقى مصيبه. هي كانت حابه الجامعه. تبقى فالمهم مصيبه. هو خرج بره طبعا اشتغل، فتح شركه على قد، ولكن كان خايب فيها برضه في الحسابات يا فاشل يا والأرباح. فاشل، ده انت فاشل من يومك. فكان هيخسر، فوقفت معاه ورفعت له الشركة وقالت لا أنا وقتي كده مش هيسمح. قدمت أجازة من الجامعة وكملت معاه لما رفعت له الشركة قوي، وربنا رزقه بشريك ليه. اتضامنوا سوا، الشركة بقت تكسب أموال حلوة يعني. يا سيدي. وهو بتقول ما كانش بيفتكرني، حتى هو مش ملاحظ ان انا قدمت اجازه ولا بمرتب ولا حاجه. قالت مش مشكله، حياتنا واحده، المهم يعمل حاجه ويبقى حاجه. واطي. ده احساسها ناحيته. المهم الرجاله النكره للجميل بقيت اقابلهم كتير في الايام دي، وانا خلاص بس انا على دماغه. بقى اكتئبت. بصت لقيت في مره كانوا في البيت نايمين، الباب خبط، جت صاحبتها اللي هي امنيه دي. انا نسيت امنيه صحيح من بدايه القصه. ايوه هي امنيه. فضلت مكمله صحوبيه امنيه معاه. دي قالت لك حتى لما كنا مخطوبين، المشكله لما كانت بتديها نصيحه لاي حاجه في حياتها، كانت بتعمل مشكله مع ايه؟ مع خطيبها اللي هو احمد ده، اللي هو بقى جوزها. استوعبتي؟ يعني صاحبتها اصل فضلت تفكيرك بغباء وانا عارفه لما بتكوني غبيه. صح دماغك، الناس فاهماني. انا مصحصحه والله شارب قهوه يعني، ده المهم هي بتاخدني على الصبح بعد فنجان القهوه تقولي تعالي، ما اعرفش هي بتعمل فيها ليه كده. المهم لقيت امنيه بتخبط، اهلا يا حبيبتي مش عارف ايه. يعني فضلت امنيه مكمله صحوبيه معاه. مصاحباها للاخر. ماشي، اصل انت سقطت مننا حته ما امنيه، أنا احنا ركزنا بكملك- في قصه الحب ونسينا بكمل لك امنيه. علاقتها باحمد. هو فايه اسمه احمد. اللي برضه هو جوزها ده. هم فدخل كل احمدات بيحبوا دخلت تعمل بالجامعه. لها حاجة تشربها، دخلت لقيتها مع جوزها في وضع يعني انتوا فاهمين، وضع زي ما يكون مثلا ايه، خطيبته بتاع، يعني قريبين من بعض. فسابت الحاجة، قالت لها انا عايزة اعرف ايه الوضع اللي انا شفته ده، ايه اللي بيحصل ده اصلا. ما كانتش تتخيل. قالت لها بصي بقى انا هقول لك على حاجة يا سعاد، انا اعرف جوزك من 3 سنين وعلاقتنا علاقة زي ما يكونوا اتنين متزوجين وكده، ولكن الجديد ان انا حملت منه. صاحبتها سعاد دي كانت عايشة مع جوزها بقالها 5 سنين ومفيش حمل ومفيش حاجة، والدكتورة راحت للدكتورة قالت لها مفيش حاجة ايه تمنع الحمل، يعني ده عملية وقت. فالتانية لا استني بقى، استني، انت ما تاخدناش في دوكه. هي صاحبتها خانتها مع جوزها والتانية نايمه على ودانها. قالت لها كده، بقى لها كذا سنه يعني. بتقولك بقالها 3 سنين. بسم الله فالعلاقة ما دي شاء الله. وجايه بيتها ليه؟ جايه بيتها ليه؟ عشان ترمي لها القنبلة دي. اه فقالت لها بالعربي انا حامل ولازم علاقتنا تكون في نور ونتجوز عشان الطفل اللي جاي ده. بصت لها في ذهول كده، ما كانتش مصدقه. خدت شنطه هدومها وراحت عند اهلها، طبعا ما عبرهاش، واتجوز التانية دي. فرح بقى انها هتجيب له عيل كمان. اه واطي انت يا مان. اتجوزها على حاجتها. واللي زعلها بتقولك حتى ما افتكرش يديني حاجتي. فما بتقول لها يا بنتي حاجتك، قالت لها مش عايزه من خلقته حاجه. حاجة ايه دخانك يا حاجة؟ طب ما حاجة حاجتها ايه اللي بتفكري جايباها، فيها؟ حبيبها حاجتها اتجوز عليها. خانها. المهم هي بقى عملت الاجازه بتاعتها ورجعت كليتها وشافت شغلها وكده، وفي الطريق قابلت بني ادم محترم تاني؟ غني جدا، اسمه بني ادم بقى تاني غير احمد. من الجامعة برضو؟ جامعة مين؟ قابلته بقى، ما قالوش قابلته في حياتها. دي تخصص بقى. اسمه وائل. المهم سابت احمد اخدت وائل. لا مش مشكلة. اتقدم له وبتاع، قالت له طب سيبنا افكر وكده. وكويس ان ما كانتش مخلفة من الاولاني. حلو. المهم بعد كده راحت اتجوزوا بقى. هو راح يجيب حاجة وهي راحت تجيب العربية بتاعتها من الجراج. جالها مين بقى هناك؟ أحمد اللي هو إيه طليقها. طليقها الأولاني. فقال لها سامحيني أنا ظلمتك بعد إيه جالها وائل يا كلب عوضها. هي ما يعرفش إن هي متجوزة. طيب أنا بقول له هو فاكرها لسه. ماشي. صاحبتك عملت فيا، اتجوزتني وخلتني مع بردك صاحبي غني، تستاهل. بعد ما خلتني على البلاطه يا رمرام غني ومش عارف ايه. وصاحبتها دي اصلا لما قربت منهم في الاخر كانت متجوزه ومطلقه، واهلها متبرئين منها ان هي حبت تعيش لوحدها وكده، فكانوا سايبينها. فقال لها عملت فيا الكلام ده كله، ده ذنبك، يا ريتك ترجعي لي وكده.
فهي الخاين الواطي ده ابدا يستاهل. وهو بيكلمها ده وائل، ومعاه عربية طبعا سايق فيها طفلة. الطفلة دي بنتهم أمنية، عندها 1.5 سنة. ايه ده خلفت؟ خلفت خلفت من وائل؟ من وائل. طب حلو شوفي خلاص. ربنا رزقها منه وعيشته حلوة. مش ادي بطل. احمد ده بالجزمه. المهم بالجزمه. فهو واقف فبيبص لوائل، فهي قالت له اعرفكم ببعض يا وائل. وائل جوزي ابو بنتي، وده احمد طليقي. شافني فبيسلم عليا، قال له اهلا اتشرفت بمعرفتك، ده وائل متشكر قوي بتاع. والله وائل اعصابه هاديه شويه. هو بقى ما هو واثق في مراته. يلا ده بارد. يلا يا سعاد نركب. المهم خدها في عربيتها، كانت عربيته بايظه في الوقت ده، ومشوا. وسابوا احمد. طبعا احمد بص كده ندم اشد الندم، هو اللي ساب بمزاجه، وده تخليص حق من ربنا ليه. يستاهل. نزل المطر في اخر الفيلم على احمد وهو واقف ولا ما نزلش؟ انا ما شفتش. اصل الافلام العربي دي والله اخر الفيلم بقى البطل والله بيبقى واقف ما في نص فيلم. الشارع كده والمطره تنزل. لا تخيل، والطريق يضلم بس واقف. تلاقي الفيلم خلص. كان واقف بقى في مكان اللي هي بتطلع فيه العربيه، فاكيد وقف بقى. انا وقف بقى في النص. بص كده الحسره وبعدين ريحت كده نفسي. خيالك فني انت طالعالي. والله قريتها. والله طالعالي. وقصه واقعيه من واقع الحياه، اللي انا بجيبه ده من واقع الحياه يا جماعه. والله يستاهل احمد بيعلم. عشان تبطر عن النعمه. بيعلم الناس بقى، بيعلم الرجاله. بيحكي القصه دي لاحمد. جوزك جوزك ياخد منها عظه برضه. طب يا حرام عليك. عشان لو بيفكر يخل. الراجل محترم وعايل. عشان لو بيفكر هو عارف يتضير منكم من قرفكم برضه ومطالبكم. حرام اقول ايه ولا ايه؟ ده كفايه انا عليه. في ايه؟ حرام عليك، هات لي وهات لي وهات لي. انت امي ولا ده انا حماتي؟ مش شغاله اقول لك ايه؟ انت امي ولا حماتي؟ انت ايه اللي حبيبي انا بحبه. هيتفرج على الراجل ما انا عشان هو يتفرج. طب خلاص. وبحب عيلته وبحب كل حاجه. حصل في حصل ايه؟ على يد. الحكومه قدامنا على يد على يد. فده درس يا جماعه لكل راجل. يبقى اتفرج على الفيديو ده يعني يتقي الله في مراته، يعمل اللي ديننا قال عليه، ويقتدي برسولنا الكريم في التعامل مع الستات، وما يظلمش. او شوفوا ظلم في النهايه حصل له ايه؟ فقد الفلوس كلها وفقد حياته واللي نفسه يرجع لها. طب استني، هو كانت الاولانيه اللي هي امنيه صاحبتها كانت حامل منه. بنتها كانت بيتك مش امنيه، كانت صاحبه سعاد. وامنيه خانتها مع جوزها. مش قالت لها انا حامل منه بقالنا 3 سنين. الاسماء اختلطت. ما علينا من الاسم. لا مش حامل بقالها 3 سنين، علاقتهم. ايوه اكيد مش هتبقى حامل بقى 3 سنين. شرعيه 3 سنين. ايوه كانت حامل منه. فنتيجه العلاقه دي حملت. ايوه فين بقى؟ فين يعني ايه؟ فين البيبي؟ ما خلفش منها، مش كانت هي حامل؟ ضحكت عليه يا بنت. هي عارفه ان هو نفسه يخلف بقاله 5 سنين. يعني الابن ده ما كانش ابنه؟ ما طلعتش حامل حتى. ما طلعتش حامل. اصل هي عدت النقطه دي انا افتكرتك فهمتيها. لا انت عديتيها صح، مش هي عدت النقطه دي ولا عشان هي قريبه منهم فعرفت نقط الضعف، والبنت بتحكي لها كل حاجه صاحبتها. وهو برضك هي قريبه من العيله، بقت صديقه العيله. فهي دخلت من نقطه ضعفهم. وهي لا حامل ولا هو يعرف ازاي ان هي حامل ولا لا. هي ضحكت عليه عشان تتجوز، وهو فرح طبعا هيخلف فاتجوزها. في الاخر اكتشف ان هي بتكذب عليه. اخدت صابونه من كل النواحي. فهمتي؟ ربنا جزاه. جزاء خيانتك يا واطي. نصيحه لكل بني ادم، حرام يظلم الستات. يعني عاشرونا بالمعروف او فارقونا بالمعروف، بس لان اكيد انت بتتنصح ربنا مش هيسيبك، لا دنيا ولا اخره. هيبتليك في مالك، في صحتك، في اي حاجه. تتقي الله، تتقي الله، لان اخرتك هتبقى زي احمد كده، هتبقى واقف في نص الشارع والمطره ترخ على دماغك وانت واقف لوحدك. زي ما في رجاله كده، في رجاله محترمين، وفي ستات متنايلين بنيله، وفي ستات محترمين. يعني الدنيا مليانه. ستات مكسوره الجناح. لا في ستات نمرده، وممكن ترميله الجمل بما حمل وعادي مع نفسها، وفي الاخر ربنا بيخلص منه. ابدا والله. عمركم شفت ست ظالمه؟ انا عمري ما شفتها. لا شفنا نماذج. طول عمري اشوف الست حمل وديع يا عيني وهي مظلومه، والراجل اللي مستوى عليها معاها كذا عيل بترمي وتريح دماغها وتنسى وتعيش حياتها، وفي الاخر لما تكبر اللي اتجوزته بيرميها
وتبقى بتتحايل على عيالها انه يزوروها او يودوها او حتى يتصلوا يطمئنوا عليها. شفنا نماذج من كده ومن كده يا جماعه. ايه الدراما البائسه دي يا والله ماما اللي ربنا انت فيها دي يا ماما؟ يهدي الناس ويرحمنا كده. الشتاء جاي على بطوط باكتئاب، خلي بالكوا، وهتبتدي تقلب لي على قصص دراما. احنا كنا في قصص الرعب، خليكي في قصص الرعب. طب انتوا قولوا رايكم يا جماعه في الموضوع اللي انا حكيته. هيقولوا ايه؟ خاين وواطي وابن كلب. هل انا قصصي وحشه؟ لا ده هم ادمنوا قصصي. اوقف واروح بيتي واستريح من امها، ولا اكمل؟ وراك انت حياتك عشان انت خاطر بتتلككي لي. هي تستحي الواحد يقعد يحكي لها حاجه يا جماعه؟ لا قولوا لنا رايكم في الموضوع. ايوه اي نعم، انت كنت بتحكي لي قصص رعب، قلبت على دراما. طب ليه يا ماما انا اخري قصص بطوط، انت فاهمه غلط، وميكي انت فاهماني والله غلط. ممكن اقلب لك على قصص انا ما كبرتش اخليها لك للدرجة على دي. القناه الثالثه. قصص الرعب دي خليها كانت الرومانسيه، بتحكي لي زمان قصص رعب الرومانسيه ومش عارف أقسم بالله. ايه. التانية احكي لك اهو. بصي والله كانت بتحكي لي قصص رعب مش وانا صغيره، لا هنا في طلبت في يا اليوتيوب. غاليه وهتلاقي طلبك انا عليك. مش عارفه دي لو ممكن تكون امي. هي اللي طلبت بلسانها اشهدوا عليها. دي مرات ابويا دي. بس الله يرحمك ابويا، انا مش عارفه. ما علينا يا جماعه، اكتبوا لنا رايكم في التعليقات ونشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم يا جماعه.